دار الإفتاء المصرية تفتي لأول مرة بجواز استخدام أموال الزكاة والصدقة في دعم الاقتصاد المصري. من العناوين للتفاصيل. قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إن قانون الطوارئ مؤقت وهيتم رفعه في أقرب فرصة. وأضاف شرف في افتتاح صالة المواسم الجديدة بمطار القاهرة الثلاثاء إن قانون الطوارئ لا يتعارض مع مطالب القوى السياسية الراغبة في الإصلاح والحرية والديمقراطية وليست هي المقصودة به. وأكد شرف إن الأمن يزيد في الشارع المصري ولكنه لم يصل للدرجة الكافية، مطالبا بدعم شعبي لمؤسسة الشرطة. وقال شرف إن هناك 1.5 مليون معلم ومن الصعب الاستجابة لكافة مطالبهم، خاصة وإن عدد الموظفين في الحكومة 6 مليون موظف لديهم مطالب ومن الصعب تحقيقها في ظل المشاكل الاقتصادية الحالية. وكشف شرف عن وجود تنسيق بين السلطات السعودية والمصرية والطيران المدني لإجراء تحقيق حول أزمة المصريين المعتمرين الأخيرة. أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة المملوكة للدولة لمدة 3 سنين بتبدأ من 25 سبتمبر الجاري. واستمر تشكيل مجالس إدارة البنك الأهلي كما هي يأتي هو كالتالي: يتولى طارق عامر رئيس مجلس الإدارة، واستمرار تشكيل مجلس إدارة بنك مصر برئاسة محمد بركات رئيس مجلس الإدارة. وتم تعيين هاني سيف النصر رئيس لمجلس الإدارة، وأيضا العضو المنتدب التنفيذي لبنك الاستثمار العربي وده لمدة 3 سنين خلفا لمحمد الإتريبي. وتعيين ماجد عطية رئيس لمجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وده حتى بلوغ السن القانونية لترك الخدمة خلفا لهشام حسن. والدكتور محسن البطران رئيس لمجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وده لمدة 3 سنين خلفا لعلي شاكر. وتعيين أيضا منير الزاهد رئيس تنفيذي لبنك القاهرة خلفا لمحمد كفافي على أن يكون مجلس الإدارة. كما تم تعيين أيضا السيد القصير رئيسا لمجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري خلفا لشاهين سراج الدين. وتمت إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك العقاري المصري بعد إلغاء فكرة دمجه عن بنك التعمير والإسكان على أن يكون محمد محمود الإتريبي رئيس مجلس الإدارة. مكملين مع أخبارنا. وبدأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الثلاثاء اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج شهادة الصفة العمالية للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمة. وقال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد إن استخراج شهادة الصفة حق أصيل اتحاد العمال اللي بيمتلك سجلات العضوية النقابية لنحو 5 مليون عامل. من جانبه قال عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للاتحاد إن على الراغبين للترشيح لصفة عامل التقدم لاتحاد العمال بالبيانات والمستندات اللي بتفيد انضمام العامل لأحد النقابات العامة العمالية وده بما لا يقل عن سنة بشرط أنه يكون مسدد لاشتراكاته بانتظام. وأضاف عبد الجواد أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة يجب تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية بتفيد بأنه مؤمن عليه لدى صاحب العمل وده لمدة لا تقل عن 3 سنين. للمزيد من التفاصيل بينضم لينا مباشرة على التليفون الدكتور أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي. دكتور أحمد برحب بحضرتك في الحياة الآن. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. في البدايه ما رايك في فكره البدء باستخراج صفه العامل استعدادا للانتخابات البرلمانيه؟ اولا هو الحقيقه جاي في توقيته تماما بالتاكيد. البدء في الاستعداد لعمليات الانتخابات القادمه ان شاء الله واستعداد المرشحين بصفه خاصه في تجهيز اوراقهم سواء الفيش والتشبيه او الاوراق الخاصه بالتقديم. وبيبقى دايما في قمه اولويات المرشح خاصه العامل ان يكون لديه خطاب صفه من الاتحاد العام لعمال مصر. وطبعا كلنا عارفين ان الاتحاد العام لعمال مصر تم حل مجلس ادارته وكان هناك بعض المخاوف من المرشحين من ان لا تستطيع اللجنه التي تم تعيينها لاداره شؤون الاتحاد من استخراج خطابات الصفه للعمال. ويمكن خلال جولتي في المحافظات في الفتره الاخيره كان التساؤل دايما والمطالبه من قبل العديد من المرشحين كيف يتم تسهيل اجراءات منح خطاب الصفه لهم عشان يقدروا يستطيعوا ان هم يتقدموا. طيب نعم دكتور أحمد، يعني هو الفكرة الأساسية من هذه الخطوة هل ده معناه أنه تم بالفعل إقرار قانون مجلسي الشعب والشورى واللي بيتم المطالبة بتغييره؟ لا، هو حقيقي ما زال حتى الآن
لم يتم إقرار قانون مجلسي الشعب والشورى. مجلس الشعب له قانون يحكمه وأيضا مجلس الشورى. الحقيقة كان لنا اجتماع مع المجلس العسكري كل رؤساء الأحزاب المصرية أول أمس، وكان الاجتماع بيدور حول التشاور في بعض مواد القانون، الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع رؤساء الأحزاب، وطرحت بعض الأحزاب رؤيتها والبعض الآخر طرح رؤيته، وكانت هناك اختلافات بشأن الإبقاء على نسبة 50% للمقاعد الفردية بالإضافة إلى 50% للقوائم النسبية غير المشروطة. وانتهى تقريبا هناك توافق على أن تكون هناك قوائم، ولكن نسبة 50% لم ترضي بعض السادة رؤساء الأحزاب الذين شاركوا في الاجتماع، فطلبوا بأن تكون النظام الانتخابات بالقوائم النسبية كاملة. البعض الآخر وكان حزب السلام الديمقراطي الذي أشرف برئاسته كان أيضا مؤكدا للمعنى الآخر، بمعنى الإبقاء على حق الفرد في أن يترشح على المقاعد الفردية وعدم تقييده بضرورة لجوء إلى حزب سياسي، خاصة أن احنا نعلم أن احنا بعد الثورة في مصر ما زالت هناك الأفكار التي لم تلجأ بعد إلى أحزاب سياسية حتى يكون هناك انتماء أو مشاركة. اتضحت الفكرة. دكتور أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، شكرا جزيلا على المداخلة. شهدت انتخابات القيادات الجامعية في 17 جامعة حكومية الثلاثاء إقبال كبير من أعضاء هيئة التدريس، وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة من أبرز الكليات اللي حدثت بها منافسة شرسة بين الدكتورة إيمان جمعة وبين الدكتور سامي طايع على رئاسة قسم العلاقات العامة. جامعة القاهرة تجني ثمار الثورة المصرية، فاليوم تجري كلية الإعلام أول انتخابات حرة